السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض كبدة بالردة. هي كبدة مستوردة بس هتبقى زيها زي البلدي بالظبط ان شاء الله، وهتجربوها وهتعرفوا ان انا عندي حق. هنا كبدة شرايح، جبت كبدة شرايح نص كيلو. تمام، هي متقطعة اهي. بتروح للراجل وتقول له انا عايزة كبدة شرايح علشان خاطر هعملها بالرده، هو بيقطعها لي كده. تمام، ده كده نص كيلو. هعمل الاول هنقعها علشان خاطر ما يبقاش فيها اي زفاره ولا اي حاجه خالص. هنا معايا 3 ليمونات خلاص متقطعين، معايا ليمون ومعايا نص كوبايه خل، معايا خل خلاص اهو. تمام، هحط نص كوبايه. بسم الله الرحمن الرحيم. الخل اهو احط كده، وهحط هعصر الليمون. اكله خفيفه وسريعه وصحيه. وطبعا انت لو عايزه تنقعيها في لبن الاول انقعيها، انت لو عايزه تحطي كوبايه لبن الاول انقعيها، مش هيجرى حاجه عشان تسحب اي سموم فيها سواء للبلدي او المستورد. بس انا هكتفي كده بالخل والليمون خلاص، يبقى كفايه قوي كده معايا. هعصر عليها الليمون كله 3 ليمونات، وهحاول احوش البذر ده اللي وقع. وبعد نص ساعه هقلب الكبده ديت في الليمون والخل، وهسيبهم حوالي نص ساعه ربع ساعه اللي تقدري تسيبيه فيها سيبيه. بص هقلب كده كويس اهو، هقلب كويس قوي، نفكها كده من بعضيها. لو في اي غلاف اللي بيبقى عليها ده احوشه، اي حاجه مش عجباني احوشها. اقلب كده كويس قوي اهي كده اهي خلاص. اقلبها كويس قوي في المحيط ده، اسيبها بقى شويه وهنشوف احنا هنحط عليها ايه. خلاص اسيبها كده واروح اغسل ايدي غسله كويسه، وهنشوف هنحط عليها ايه التتبيله بتاعتها اللي هتخليها تحفه. بصوا بقى يا حبايبي، بصوا دلوقتي انا هعمل ايه. دلوقتي انا معايا البهارات اللي انا هحطها على الكبده. بصوا هيبقى معايا نص معلقه صغيره ملح، ونص معلقه صغيره جنزبيل، ونص معلقه من الثوم البودر، ومعلقه برضو نص معلقه برضو من الثوم الفريش، ونص معلقه صغيره من البصل البودر، ونص معلقه كمون، ونص معلقه كزبره ناشفه. لو في اي حاجه من ديت مش موجوده عندك خلاص ماشي مش مشكله، المهم ان يبقى فيه ملح وفي اي حبه بهارات كده عشان خاطر بس يطعموا الكبده. وطبعا الثوم الفريش لازم يكون موجود. ومعايا هاخد ليمونه ونص بس، وهاخد حبه خل. كل دوت هحطه على الكبده، بس طبعا بعد ما اصفيها من الخل والليمون لازم اصفيها كويس. وبعد كده هحط كل دوت عليها. وبرده معايا الرده اهيت، معايا كوبايتين صغيرين رده، ومعايا كوبايه دقيق، ومعايا كيس فيجيتار حار بقى عادي اللي يريحكم اللي يعجبكم حطوه، هيدي طعم حلو قوي مع الدقيق والرده. تمام كده، هروح اصفي الكبده وهحط عليها البهارات بتاعتها، وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا يا بنات، انا صفيت الكبده من الخل والليمون خلاص، وهحطها هنا كده. لو في اي حاجه مش عاجباكم زي ما قلت لكم ايه تشيلوها بقى بالمقص، تشيلوها بالسكينه اللي يريحكم. هتلاقي حتى مثلا تبقى زياده كده كبيره كده شويه، ممكن برضو ايه بالمقص وتروحوا قصينها. هحطها كلها كده، واحط عليها التوابل اللي انا قلت لكم عليها. بنات الاكله دي سريعه وجميله وبجد بجد ما بتاخدش وقت. زي ما قلت لكم لو في اي غلاف كده من الكبده طبعا ده تشيلوه علشان خاطر بيضايق الواحد وهو بياكل. طبعا الاكله دي عايزه عيش بلدي
وعايزه جرجير وسلطه الطحينه، بس للاسف ملقيناش جرجير. انت داخل على الجرجير ملقيتش، مش فاهمه فيه ايه في الخضره، مبقتش موجوده خالص، يعني بندوخ عليها مش موجوده. بص كده تمام. طبعا الحاجه اللي هي مطرح الكبده ديت طبعا نبقى نغسلها بميه وخل وعصير ليمون وبريل، هتلاقي الدنيا معاكي زي الفل. هنا هنحط البهارات. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط برضو عصير الليمون، مش كده البذر. عايزه تلبسي جوانب تلبسي، بس طبعا انا بغسل ايدي بقشر الليمون دوت والبريل، فخلاص الدنيا بتبقى متظبطه يعني. وما بحطش ميه على الكبده خالص، ما بحطش ميه على الكبده، ولا دي ولا دي، ولا البلدي ولا غير البلدي. بس كده. طبعا اي حاجه لمستها وانا ايدي زفره، طبعا كل ده بيتغسل. اي حاجه بغسلها او بمسحها بحته بيكون فيها خل فيها ليمون وبريل. هقلب ده كده كويس وهسيبه شويه 10 دقايق كده، طبعا عشان انا مستعجله. لو انا مش مستعجله هسيبها نص ساعه، بس انا مستعجله يعني هسيبها كده 10 دقايق. وانا كده كده محضره الرده والدقيق زي ما قلت لكم، كوبايتين رده ناعمه بتتجاب من عند من عند العطار، وكوبايه دقيق، وكيس فيجيتار. عاوزينه حار ماشي، عايزينه عادي براحتكم. الفيجيتار بيطعم الكبده حلوه قوي. خلاص مش هحط طبعا اي بهارات على الدقيق ولا على الكفر اللي انا هحطه ده، ما بحطش اي حاجه تاني عليه، كفايه الفيجيتار هيبقى مظبط الدنيا. خلاص كده هحوش الدنيا ديت كده، اروق الدنيا من حواليا، وهسيب دي كده مع نفسها شويه، وهنرجع نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. بصوا يا بنات، انا رجعت لكم اهوت. بصوا عايزه اقول لكم على حاجه انا نسيتها، معلش سامحوني. انا المفروض ان انا احط معلقه نشا، تمام؟ المفروض ان انا احط معلقه نشا، فهحطها كده. انا حشت حبه من حبه الرده بالدقيق دولت، عشان خاطر لو فاض ما يترميش حرام. هحط كمان حبه على دول عشان خاطر لو عوزت يبقى فيهم نشا. حبيت اقول لكم بس على التركيه ديت. ودلوقتي انا هتبل بقى، هبدر الكبده. خلاص هقلب ده كده كويس، ولو عوزت هاخد كده بالمعلقه من الطبق ده، وانا هبدرها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلت لكم، انتوا لو عايزين تقصوها قصوها، تقطعوها براحتكم. انا ممكن اجيب السكينه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بصراحه ما بحبش اقطعها عشان بحس ان هي مش مستحمله، فالمقص بصراحه بيبقى احسن. بس انا طبعا مش هينفع امسك الدرج، عشان كده الدنيا كلها هتتبهدل. نعملها كده كويس من تحت ومن فوق. وعلى فكره مش هتفرقوها يا بنات عن البلدي، مش هتفرقوها خالص يعني. بسم الله ما شاء الله، هتلاقوا طعمها تحفه واحلى من بتاعت بره. محدش يقول لي بتاعت بره، عشان بتاعت بره بتبقى زفره وريحتها غريبه، ما بتبقاش حلوه خالص. هعمل كده بقيه الكميه وهحطها في الفريزر 10 دقايق، وبعد كده هقليها في الزيت. خلاص بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو، هعملها كده كلها، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. بصوا بقى يا بنات، هنهوت حطيت الزيت عشان خاطر يسخن، وهحمر دلوقتي الكبده. خلاص هتاخد يا دوبك دقيقه، يا دوبك لونها يتغير اطلعها على طول. خلاص انا هاخدها كده من الرده الزياده والحاجات الزياده اللي فيها، واحط على طول
في قلب الزيت. الزيت يكون سخن. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يكونش بارد. بس زي ما قلت لكم يا دوبك تاخد دقيقه، اول لونها ما يتغير على طول طلعوها خلاص. ان انا مش هعرف طبعا اصور وانا ماسكه التليفون كده بايد واحده. خلاص يا دوبك هتاخد دقيقه واطلعها، وهتبقى كده الكبده خلصت. بعد ما هطلعها هوريها لكم عامله ازاي. حبايب قلبي الكبده هي طلعت زي ما قلت لكم، ما بتاخدش وقت. انا طلعتها على بقدونس بما ان ما فيش يعني جرجير، فطلعتها على بقدونس علشان خاطر ايه تاخد اي زيت زياده في قلب الكبده. زي ما قلت لكم ما بتاخدش وقت، يا دوبك دقيقه من الناحيه دي ودقيقه من الناحيه دي، او ممكن هي كلها على بعضيها تاخد حوالي دقيقه ونص او دقيقه حسب النار عندك. يا دوبك لونها يتغير كده وتروحي قلبها على الناحيه التانيه وتطلعيها على البقدونس. خلاص الوصفه النهارده كانت خفيفه وسريعه. يا رب يكون الفيديو النهارده فاد حد، وما تنسونيش بقى في الاشتراك وفي اللايك وكومنت حلو منكم. كانت معاكم هدى عبد الحكيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.